هلو هلو عاملين ايه؟ انا نوران مدكور وده بيكسل سبيس. النهارده هنشتغل مع بعض شغل مختلف حبتين. عارفين اليوفط بقى اللي موجودة على المحلات او البانرات والكلام ده كله. احنا النهارده هنبدأ سلسلة جديدة للشغل ده. بس حابة اعرف اذا كنتوا هتبقوا حابينها ولا لا، فانا هتست كده بديزاين واحد بس. ولو حابين اكمل سلسلة مطبوعات ويوفط، انا معاكم. الصح والأصح إن إحنا في شغل أي حاجة هتطبع بنشتغل على برنامج الإليستريتور. وبما إن أغلب المتابعين لسه ما اتعلموش الإليستريتور، فلو حابين تعملوا يوفط عن طريق الفوتوشوب أنا هسهل عليكم الموضوع على قد ما أقدر، بس أنا خليني عشان للأمانة الأصح أدوبي إليستريتور. تمام كده تمام. قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها هنشتغل على السايز. الحلو في الالستريتور ايه؟ ان انتوا مهما تشتغلوا بعدد امتار كبير، الالستريتور مش بيهنج معاكم، عشان مش بيتعامل مع البيكسل. فالبيكسل بيبقى تقيل حبتين كده، وبتحسوا كده ان التصميم بيهنج معاكم لو هتشتغلوا على سايز كبير على الفوتوشوب. لو الجهاز بتاعكم مش مساعدكم، بما ان اغلبكم مبتدئين، حاول اعمل السايز صغير عشان تشتغلوا معايا. تمام. ندوس على نيو، ومن النيو اشتغل مثلا على 2000 في 1000 بالعرض. تمام. ونخلي ال 300 وكرييت من هنا. نعتبر ان ده حجم اليافطة اللي متفق عليها مع العميل. طيب العميل ده بيشتغل ايه وهيعلن عن ايه، او المحل بتاعه ايه بالظبط؟ انا النهارده هشتغل لسوبر ماركت. تمام. سوبر ماركت كده، بس انا ما بحب الشغل المطابع اللي هو القديم شوية او الشعبي اكتر. انا دلوقتي هشتغل على حاجة ارقى شوية. فايه تعالوا كده نشوف هنعمل ايه مع بعضينا. أول حاجة باشتغل عليها هو اللون. إحنا الشعار بتاعنا كان على أزرق. تمام. فأنا هاخلّي الخلفية على أزرق. تمام. ونحط الشعار بتاعنا. تمام. ده شكل الشعار بتاعنا، فنخلّيه جوّه التصميم بالشكل ده. ونشوف هنعمل إيه. أنا عايزة أعرف منتصف التصميم فين عشان نبدأ نشتغل. أنا دلوقتي زي ما قُلت ده عن سوبر ماركت. أول حاجة أنا عايزة أشتغل عليها أدوّر على عناصر تناسب السوبر ماركت. فأعمل ده إزاي؟ أكتب على freepik سوبر ماركت، وأشوف إذا كان في عناصر تناسبني والّا أروح للذكاء الاصطناعي. طيب أنا هنا شايفة عناصر لذيذة أوي ممكن إن أنا منها أشتغل. يعني في كده حاجات لطيفة أهي، بس أخلّيها مجانًا عشان تناسب الكل. ممكن السلة اللذيذة دي أعمل لها download كده، بس أبقى متأكدة إن السوبر ماركت ده بيقدّم خضار وبيقدّم بقى فاكهة والكلام ده كله. يعني أي عنصر هاحطه في التصميم أبقى متأكدة إن العميل مش هيعترض عليه، لإن هو فعلًا بيقدّم الخدمة دي. ما ينفعش السوبر ماركت ما بيقدّمش خضروات نحط له تصميم فيه خضروات. تمام كده؟ تمام. فأنا خدت السلة أهو. طبعًا فيها ديفوهات كتير، بس هنضبّط كل ده. تمام. وبما إن فيها ديفوهات، free back الأول ما كانش بيقبل بالديفوهات دي، بس ما أعرفش بقى ماله. لا، لا، لأ، مش عاجباني. هاغيّرها معاكم على السريع. أنا هنا هاروح لChatGPT معاكم وأقول لكم أنا هاعمل إيه. أنا دلوقتي عايزة حاجة بتعبّر عن السوبر ماركت، فهاقول له طيب. طلبت منه بقى يعمل لي هو الصورة، بس هو دلوقتي عايز يعمل لي الprompt، وأنا مش هاخد الprompt، أنا هاقول له أنت صممها. فهو هنا هيبدأ إنشاء الصورة. لمّا الصورة تجهز هاقول لكم هنعمل إيه. أنا هنا حابة أكتب جملة آآ عروضنا غير. تمام. سوبر السوبر عروضنا غير. وهاغيّر الfont ونخلّي الجملة لحد ما نشوف العنصر الأساسي بتاع التصميم هيبقى عامل إزاي. بعد أقل من دقيقة هيكون الصورة جاهزة ونشتغل عليها.
طيب هو عمله لي كإنه تصميم وأنا مش عايزة ده، أنا قُلت له بس يعمل لي السلة وتكون واقعية مش vector وتكون بدون خلفية. زي ما أنتم شايفين كده بدأ يطلّع لنا إيه، نماذج، فأنا عاجبني النموذج ده وfree. باروح لLM Arena وأشوف نفّذ لنا إيه. طب هو ما فهمش أوي أو دي مش مفهومة عشان ده أنا عايزاها واقعية، وأفتحه وأشوف هاختار إيه. أنا عايزة حاجة تبقى كإنها نايمة تحت السلة، فممكن ده أقرب حاجة، فآخدها من الillustrator بالشكل ده، بس أفصلها عن الshadow وآخدها لوحدها من غير أي shadow بالشكل ده. لو عايزة بقى الshadow بتاعها باخد الshadow لوحده وباحطه على الفوتوشوب وأكبره. طب بنخليه مظبوط ازاي؟ من المود بنختار multiply من هنا وبننزله أسفل الرسيم. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ تمام. أنا هنا بقى مستنية الM Arena يعطف عليا ويديني الصورة اللي أنا عايزاها ونشوف هيفهمني والّا لأ عشان أنا ابتديت أزهق. طيب دي تمام. طبعًا المنتجات مش مصرية، فأنت ممكن تدّي له أكتر من منتج مصري وتقول له خلّيهم في السلة، يعني تدّيهم مثلًا لبن المراعي، تدّي له أكتر من منتج وتقول له أنا عايزة دول محتويات السلة. الM Arena ذكي أوي في الموضوع ده، تمام. فذكي جدًا يعني ما شاء الله عليه. الخلفية زي ما أنتم شايفين كده، فباعمل إيه، باعمل لها remove. تمام. باختار أهو باعمل remove background واتفرّغت بالشكل ده كده، نصغّرها هنا ونعمل تحتها shadow عن طريق new layer وبالبراش باللون الأسود بنعمل نقطة ونسحبها بالshift والmouse بالشكل ده كده، نبطّطها يعني ونخلّيها أسفل السلة بالشكل ده كده. وبنروح للسلة ندوس عليها new layer وبنعمل clipping mask وبالبراش بامشي عليها بالراحة باللون الأسود بالشكل ده عشان الشادو يبقى مظبوط. ممكن بس نقلل الفل حاجة بسيطة بالشكل ده. طيب أنا كلمة عروضنا غير عايزة أكبرها وأخلي كلمة غير أكبر بشوية. تمام. ومن هنا بنختار أقل شوية نضبط اختلاف. طبعًا عمومًا هاخلّي كلمة غير لوحدها، هو كان ده أقرب font عاجبني. الbackground flat أوي، فممكن إحنا نجيب خلفية مختلفة أو إحنا نضبّطها بنفسينا. أنا باعمل حركة لطيفة أوي، هندوس new layer وبالبrush هاختار اللون اللي هو على ريشي كده، اللون اللي هو ده، وأدوس بس نقطة وأخلّيها ورا المنتج بالشكل ده كده، وأروح من تحت كده ندوس new layer وباللون الأزرق الغامق بالبراش هامشي شوية هنا كده تحت المنتج، وباللون الأزرق الفاتح شوية هنعمل كده. طب أنتِ بتعملي إيه يا نوران؟ أنا كإني بارسم خلفية من أول وجديد، وهتشوفوا معايا هتعمل إزاي. هنروح لfilter ومن الfilter blur ومن الblur Gaussian blur من هنا، ونعلّي القيمة بتاعته شوية، نعمل له قيمة يعني. وندوس أوكي. طيب أنا هنا عملت إيه، أنا هنا ادّيت لون غامق ولون فاتح زي dodge وburn كده إيه، للخلفية بشكل عشوائي، فادّاني إحساس إن الخلفية بقى فيها كده روح. يعني طب بُصّوا قبل ده كان شكلها، وده بعد. فهمتوا الفكرة في إيه؟ طيب أنا هنا بما إنها يافطة اليوفط بتحب الأفورة. يعني إيه بقى؟ يعني إحنا عايزين نخلّي النص ده كإنه 3D، فهنخلّيه 3D إزاي يا نوران؟ نروح لChatGPT وفي كده hack أنا دايمًا باحب أعملها، هي ما بقتش hack يعني كُلّه بقى عارفها. بنكتب text، بنكتب أهو text، استنوا effect PSD. تمام. بس أنا بقى مش عايزاها PSD، لأ، أنا عايزاها من غير كلمة PSD وبنروح من هنا أو نخلّيها نكتب vector، نختار vector. تمام. أنا عايزاها
فيكتور. فبنختار الشكل اللي عاجبنا واللي ممكن يناسب الخلفية بتاعتنا، ممكن نبقى نعدّل على الألوان بعدين. أنا مثلًا عاجبني أوي ده، بس مش ضامنة إن يبقى حلو في العربي. هاعمل له download عادي جدًا، أهو أنا دايسة على كلمة free عشان ما حدش يقول لي ده باشتراك، و باروح للملف على الillustrator فتحته عادي جدًا، لأي حد مش فاهم في الillustrator اتبعوا الخطوات دي وهتفهموني. وبنروح من window بنختار graphic style شايفين؟ تمام. وبعدها بنبقى دايسين على الكلمة وبندوس على علامة الزائد، شايفين علامة الزائد؟ فطلّع لي graphic style مختلف. هاروح للفوتوشوب وهاخد كلمة، كلمة بقى، يعني شايفين كلمة عروضنا هاعمل select عليها وcontrol حرف الC وباروح control V شايفين؟ نفس الكلمة بنفس الfont أهو. هاروح بقى للgraphic style الجديد اللي طلع لي وشايفين بقى عامل إزاي، وهاخده معايا على الفوتوشوب. بس طبعًا لو جهازكم بطيء، اعملوا حساب إن ممكن في الحركة دي الجهاز عندكم يعلّق شوية، لإن هو بياخد وقت شوية، يعني هو لو جهازكم بطيء مش هيبقى الحركة دي لطيفة أوي يعني. أديني قُلت لكم عشان ما حدش يدعي عليَّ. تمام. شايفين من أول مرّة جرّبنا الكلمة لذيذة أوي ومضبوطة أوي، ممكن نخلّيها عالية سِنّة ونغيّر دي. شايفين الكلمة؟ وكلمة غير ممكن نخلّيها زي ما هي باللون الأبيض، أو ناخدها وندّيها برضه graphic style كده، نشوف شكلها يبقى عامل إزاي. ناخدها برضه زي ما قُلنا، هتبقى بطيئة شوية معاكم. شايفين كلمة غير بقت لطيفة أوي إزاي؟ يعني التصميم ابتدى يبان ملامحه بمنتهى البساطة. أنا عايزة أكتب تحت كده خدمة توصيل للمنازل، ثانية بالEnglish، خدمة توصيل للمنازل. تمام، وبنقلل الحجم بتاعها ونغيّر الfont لfont رسمي أكتر. لأ الfont ده مش عاجبني، فأنا بافضل أدوّر وأشوف أكتر من font لحد ما يعجبني. أنا كاتبة للمنازل غلط. وتحت باكتب الرقم على أساس مثلًا معايا رقم وكأنه خط ساخن، وباكبّر الرقمين اللي في النُص مثلًا كده. الحاجات دي يا جماعة على حسب ذوقكم، يعني مش لازم تعملوا. هازوّد حرف كمان، رقم قصدي كمان، ونضبّط الfont. نخلّي بس رقم 8 هو اللي بارز مثلًا بالشكل ده، ونخلّي لونه على ريشي، ونغيّر الfont كمان. عايزة بقى الرقم يبقى خطّه إيه، على مايل شوية مثلًا أو فيه حركة. زي ما قُلنا الحاجات دي كلّها على حسب ذوقكم في التصميم. أنا حابة ده وخدمة توصيل. ممكن بقى تضيفوا أيقونة توصيل جنبها كده، فإيه، تعزّز الفكرة. طيب أنا هنا حابة ورا السلة يبقى فيه زي إضاءة أو حاجات متناثرة كده، إيه، تدّي شكل للتصميم. فممكن نكتب مثلًا، ومن هنا نبدأ بقى إيه، نشوف إيه اللي يناسب التصميم ونعمله. يعني أنا عاجبني مثلًا الشكل ده، هي صورة، تمام، باعمل لها download طلعت ملف، باخد الصورة بتاعتها وأروح للفوتوشوب. طب إيه ده يا نوران، هنضبّطها إزاي؟ من الmood، بمنتهى البساطة. خلّيكم إيه، طيب هي screen و lighten أحسن، بس double click ومن هنا بنختار اللون الblue وبنمشي من اللون الأسود، بندوس على الalt بالكيبورد وبنحرّك كده شوية عشان نفصل الخلفية عن الإضاءة بالشكل ده كده، ونقلل الopacity حبة، لأ نقلل الfill شوية بالشكل ده كده. شايفين التصميم بقى عامل إزاي؟ ونكتب سوبر ماركت وبنخلّيها all من هنا. ممكن نختار شكل سوبر ماركت من هنا مثلًا، وبناخد الصورة دي وبنروح بيها على التصميم، نخلّيه تحت خالص، ومن الmood نبدأ نغيّر في وضع الصورة عشان يبقى شكل خفيف كده، ونقلل الopacity شوية.
طيب إحنا كده خلّصنا التصميم، وزي ما أنتم شُفتوا التصميم بمنتهى السهولة بقى معانا. عايزة بس أأكد عليكم حتّة إن السلة المنتجات اللي تبقى فيها ضروري تبقى من المنتجات اللي العميل فعلًا بيبيعها، فلمّا ييجي لك تصميم زي كده بتسأله أضيف منتجات إيه، طَب أنتم بتبيعوا خضار، طَب أنتم ما بتبيعوش، كده الأسئلة دي كلّها هتفيدكم في بناء التصميم، وبناءً عليه لو رُحتوا لLM Arena أو ChatGPT استعنتوا بيه إن أنتم تصمموا السلة من أول وجديد، بتدّوا له العناصر اللي أنتم عايزينها سواء صور أو بالمسميات، تقولوا له مثلًا عايز طماطم، عايز كده في السلة، ف دي أحسن حاجة إن أنتم الحاجة بتاعتكم تبقى مضبوطة وperfect. أتمنى أكون أفدتكم ولو بمعلومة واحدة، كانت معاكم نورة مدكور، ما تنسوش بقى تضغطوا like بقى وتشتركوا في القناة والكلام ده كله، كله، كله. مع السلامة.